بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم في لقاء متجدد من برنامج قوارير. راحة البال والنفس وراحة القلب بتعتبر مطلب لكل إنسان في الدنيا. دايما بندعو الله سبحانه وتعالى ونقول: اللهم إنا نسألك نفسا مطمئنة، اللهم إنا نسألك هدوء النفس وطمأنينة القلب وانشراح الصدر. والحقيقة في ظل الظروف النفسية اللي بنمر بيها دلوقتي، سواء كانت بقى الأسباب اقتصادية أو أسرية أو مجتمعية أو غيرها من الأسباب، أصبح دلوقتي راحة البال والسكينة والهدوء النفسي والداخلي مطلب ولكن مش موجود، ولو وجد بيوجد عند قلة ومبقاش طول الوقت، بيبقى معظم الوقت الخوف والقلق والتوتر والعصبية والنرفزة، وإنك شايل هم بكرة في كل حاجة. هي دي المشاعر السائدة الآن، وأصبحت المشاعر دي للأسف الشديد مش بتصيب الكبار فقط، لا، كمان بتصيب الصغيرين. وبقينا بنسمع سواء من ولادنا أو جيراننا أو طلاب صغيرين في المدرسة بيتكلموا إن هم دايما خايفين، حاسس إنه مخضوض، قلقان على طول، خايف من أي حاجة. وده بينتج عن عدم راحة البال وراحة القلب اللي موجودة في البيت من الأم والأب، وبالتالي هو بدأ يشعر بيها. احنا ككبار دايما بنقول راحة البال دي أهم حاجة في الدنيا، ولو أعطوني كنوز الدنيا كلها مقابل إن أنا يكون عندي سلام نفسي وداخلي وهدوء نفسي، هختار السلام النفسي والهدوء وراحة البال والقلب، لأنهم مش يقدروا أبدا بأي مال ولا أي كنوز في الدنيا. النفس المطمئنة دي، الهادية، اللي فيها سلام وهدوء، ازاي نحصل عليها؟ ايه اللي حصل اصلا علشان يخلي السلام النفسي والداخلي مش موجود؟ وهل في اشخاص معينة ممكن تكون سبب في عدم سلامنا النفسي وهدوءنا وممكن نبتعد عنهم؟ ازاي نحصل على السلام النفسي؟ هنعرف في حلقتنا اليوم من قوارير مع الأستاذة خديجة برهان، المستشار الأسري واللايف كوتش. السلام عليكم أستاذة خديجة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أستاذة ندى في برنامجك المتميز. أهلا أهلا وسهلا بحضرتك الله وبكل يسلمك. متابعين شبكة سلام وجمهور قوارير. الحقيقة زي ما قلت في الأول إن السلام النفسي والطمأنينة والهدوء النفسي مطلب مهم جدا جدا. قبل ما نشوف هو مطلب مهم ليه، خليني أعرف مع حضرتك ومع كل مشاهدينا مفهوم السلام النفسي الداخلي أصلا إيه هو المقصود بيه؟ طيب، لما اليوم نبغى نتكلم عن مصطلح أو مفهوم السلام الداخلي النفسي، لازم نعرفه حتى نقدر نحط يدنا على كل الثغرات الموجودة في ذات جانب في كيفية فهمه وإدراكه. فالسلام الداخلي اللي هو حالة من الهدوء والسكينة والطمأنينة اللي الإنسان يشعر فيها بالتناغم، الانسجام بين شعوره، طريقة تفكيره وحركة جسمه أو المهام التي يؤديها. هو مم. يشعر بالراحة والطمأنينة مم. كما لو أنه ما عنده أي مشكلة، كما لو أنه حيزت له الدنيا باللي فيها، كما لو أنه تحققت كل أمنياته، فهو مم. يكون هادئ ومطمئن. بس طبعا هذا الهدوء أكثر شيء متى نلاحظه؟ لما يكون يواجه تحديات وصعوبات، هنا يبان الفرق. يعني مم. في حالة الاستفزاز والصعوبات والتحديات نلاقي بعض الناس عندهم حالة من الهدوء والطمأنينة والثبات الانفعالي صراحة غريبة جدا، يعني مم. ما تتناسب مع الحالة اللي هم يمروا فيها، لكنهم فعلا. تلاقيهم جدا ثابتين ورابطين الجأش في هذه الحالة. مم. تمام جدا. طيب أستاذة خديجة، هل في علاقة ما بين الجانب الروحي، أو نقدر نقول علاقة الإنسان برب العالمين، والسلام النفسي والداخلي يكون أقوى؟ بعض الناس بتتكلم عن النقطة دي وتقول: ابعدوا تماما عن الكلام عن العلاقة برب العالمين، الصلاة والصوم والعبادة وما إلى ذلك،
بهدوء النفس والطمأنينة، لأن دي أمور نفسية ليها علاج سلوكي معرفي، ليها علاج دوائي وما إلى ذلك. المشكلة دي عايزين حلها وعايزين الرد عليها، هل فعلا له علاقة ولا لأ؟ أولا الناس اللي تقول هذا الكلام هي ما هي فاهمة أساسا إيش معنى السلام والهدوء النفسي. هذا من جهة. من مم. جهة تانية ربطه بالشعائر التعبدية أو بأفكار الإسلام ومفاهيمه وما يدعو إليه، هذا هو المهم. لأنه مم. يعتقدوا أنه حالة عدم السلام التي يعيشها اليوم الإنسان هي مع الواقع الحالي جاية، لا هي كانت موجودة من زمان يعني، لكن هذا المصطلح اليوم مصطلح حديث يعني. مم. طيب لما نيجي نستخدمه، طيب إحنا لما نقول لما هم يقولوا مثلا نبتعد عن هذا الكلام اللي هو الصلاة والشعائر التعبدية وإلى آخره، لما نيجي نتكلم عن هذا الموضوع، هدول الناس تفكيرهم أصبح تفكير مادي. لأنه اليوم حالة القلق والتوتر اللي احنا عايشين فيها لازم نسأل نفسنا إيش مصدرها، كيف جت علينا، كيف أصبح هذا هو أسلوب الحياة الطبيعي، التوتر مم. والقلق الموجودين فيه. مم. اليوم حالة القلق والتوتر اللي احنا عايشين فيها سببها لأنه اخترنا العيش بالشكل المادي أو الرأسمالي الموجود حول العالم، إنه أنا أبغى بس أمسك الدنيا وأتحصل على أمور الدنيا، وأبغى مشاكلي تنحل، وأبغى يكون عندي زي فلان، وأبغى يكون عندي زي علان، أيوه. وأبغى أفعل وأبغى يعني خلاص مم. العين أصبحت مفتوحة بشراهة مم. على الحياة الدنيا. مم. فالنفس مم. كيف تبغى تهدأ وترتاح يعني؟ مم. كل اليوم اللي في يد الإنسان ما في حالة مراقبة له، النعم التي في أيدينا لا نستطيع أصبحت مراقبتها. الدنيا يا أستاذة خديجة في القلب، فبالتالي صحيح، القلب ما بقاش فيه صحيح، راحة. أنا بدور على راحة قلبي وهدوء قلبي ونفسي، وأنا صحيح، الدنيا في قلبي مش في إيدي، فبالتالي هتجيب الراحة منين؟ صحيح. لأن هم رابطين الموضوع ذا الراحة، يعتقدوا إنه أنا لو عندي الملايين المملينة فأنا حكون مرتاح. طيب أصحاب الملايين المملينة يناموا في أحسن الأسرة، لكن تسمعي بعد فترة أنهم انتحروا. طب ليش انتحروا؟ السؤال المهم يعني، ليش في حالات انتحار عالية بين الأغنياء ومن حيزت لهم الدنيا؟ ليش حالات الإدمان على المخدرات أعلى في في هذه الفئة من الناس؟ ليش الانحراف الأخلاقي والشذوذ موجود عند هذول؟ ليش؟ طيب يعني إمم. إذا إنه المادة هي اللي طغت. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا دعاء عليه عظيم جدا السلام. في هذا الجانب، فقال إيش؟ اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ ولا علمنا مبلغ ولا إلى النار علمنا. مصيره. ليش؟ آه. طيب لأنه الدنيا لو كان تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى منها الكافر شربة ماء. لذلك كان أهل الدنيا هم أكثر أهل الأرض شقاء وتعاسة إمم. إمم. وحزنا وكركبة يعني. عشان كذا الله آه. سبحانه وتعالى في القرآن الكريم إيش قال؟ ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة معيشة ضنكا ضنكا. ونحشره يوم القيامة أعمى. المعيشة آه. الضنكا لما إمم. فسرها المفسرون إمم. وجدوا أنه هي أول شيء تجيكي في الحالات اللي هي القلبية والروحية، يعني الإنسان يشعر دائما بضيق وعدم رضا وانزعاج وعدم طمأنينة، ودائما مترقب ودائما متشائم ودائما متكركب ودائما حالته يرثى لها. طيب، إمم. طيب الحالة إذا الاتزان والسلام الداخلي إذا أنا أبغى أوصل له الطمأنينة، معناها أنا أقترب من الله سبحانه وتعالى. ليش؟ لأن القرآن دائما الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم هذا الشيء ذكر، يعني إيش قال؟ ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ذكر الله تطمئن القلوب. أيوه. مفهوم الناس إمم. الضيق في ذكر الله هو أن أنا أقرأ القرآن وأسبح، نعم هذه الأشياء تؤدي، لكن ذكر الله أوسع من كذا معنى. هو الاقتراب من الله سبحانه وتعالى، هو التعامل مع الله سبحانه وتعالى، هو العيش في الدنيا بالكيفية التي ترضي الله سبحانه وتعالى. حتى لو شفت أن كل المقاييس الدنيوية في أمورك ماشية خلاف ما إمم. يقوله الناس، أنت يجب إمم. أن تكون ثابت ورابط الجأش وواثق من الله أيوه. سبحانه وتعالى. يعني في بالضبط. حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما يشاء، إن فليظن خيرا بي ما يشاء. فخير إمم. فإن شاء وإن شرا فشر. إذا بالضبط. أشعر بالطمأنينة بجوار الله سبحانه وتعالى أن إمم. الله يعني كافيني، أليس الله بكاف عبده؟ أيوه. خلاص معناها أنه نعم. أنا نعم. حكون مطمئن أن الله ولي في هذا الأمر وهو يتولى الصالحين يعني. فإذا إمم. هي حالة مرتبطة بالإيمان بالله سبحانه وتعالى وبالقاعدة الفكرية التي نحملها نحن اليوم كمسلمين حتى إمم. ما نعاني منها. لكن الابتعاد عنها هو بيدخلنا نحن في دائرة اللي هو إيش؟ الرأسماليين وسلوك أهل الدنيا وسلوك الكفار في طريقة التفكير، فبالتالي ندخل في مسألة عدم الشعور بالسلام
الداخلي. في هذا بالضبط. الجانب مهم جدا، يعني العزل إمم. هذا والفصل، هذه من الأفكار التي دعا لها الرأسماليين في هذا الموضوع، أنه لا بالضبط. علاقة للدين بأي شيء. للأسف الشديد هم عايزين يخلعوا كل حاجة لها علاقة بالدين من قريب أو من بعيد ويضعوها في الأمور الدنيوية المادية، الدراسة والأبحاث. ما بنقولش إن الدراسة والأبحاث والتقارير والكلام ده كله ما هوش صحيح، ولكن في أساس، في قاعدة أساسية بننطلق منها، نأخذ بالأسباب، ولكن في قاعدة احنا بننطلق منها، وهي علاقتنا برب العالمين اللي موجود في القرآن الكريم واللي موجود في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، بتؤكد مرارا وتكرارا: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. واضحة وصريحة ومش محتاجة أي كلام. خلينا ننتقل صحيح. لنقطة تانية. أضيف بس على سؤالك، على كلامك هذا مم. الشيء كمان، اتفضل. إنه إحنا ماشي نحترم نحن مسألة الأبحاث طبعا. والدراسات، لكن في اه. أمور الدنيا، لكن مم. الله سبحانه وتعالى اللي خلقنا نحن هو أعلم بما ينفعنا وبما يصلحنا وبما يتعبنا وبما بالتأكيد. يشفينا يعني. فالله أيوه. سبحانه وتعالى أعطانا الحل، قال لنا المشاكل اللي حتظهر معاكم سببها كذا، حلها مم. كذا. خلاص مم. نتوقف إذا هنا الدراسات ما نخضعها لهذا الشيء، نخضعها لمين؟ الدراسات هذه كلها في أمور الدنيا، أنتم أعلم بأمور دنياكم، يعني مسألة بالظبط. بسيطة. بالظبط. تمام. طيب، السؤال المهم جدا جدا يا أستاذة خديجة: كيف يصل الإنسان للسلام النفسي والداخلي، راحة البال اللي احنا عايزينها، نوصل لها ازاي بخطوات عملية؟ طيب، ممكن يكون شوي صعب تصديق هذا الأمر، لكن أنا هقول لك إنه جدا سهل إنه الإنسان يصل لحالة السلام الداخلي أو مم. الطمأنينة والهدوء والراحة البال. مم. لكن الإنسان يحتاج شيء مهم جدا، هو أصعب شيء. إذا علم الله منك صدق النية أعانك. يحتاج الإنسان يكون صادق مع الله سبحانه وتعالى في مم. بحثه عن العلاج أو الحصول لهذه الحالة من الطمأنينة. العلاج بأبسط شكل هو أن الإنسان: لئن شكرتم لأزيدنكم. لأزيدنكم. حدد النعم اللي عندك. اليوم لما الإنسان يشعر بالقلق والتوتر مم. والاضطراب في هذا العالم المضطرب، يسأل نفسه: ليش أنا قاعد أشعر بهذا الشيء؟ ما الذي يخيفني؟ ما الذي يهمني؟ إيش اللي شاغل بالي؟ إيش اللي أسوأ الاحتمالات؟ إيش ممكن يصير يعني؟ طيب، هذا لازم يسأل نفسه. ثاني شيء يسأل نفسه السؤال الثاني: مم. من اللي خلقني؟ من اللي أيوه. يتولاني؟ من اللي مم. قاعد يرزقني؟ من اللي يعطيني؟ من اللي يمنعني؟ من اللي ينفعني؟ مين اللي بيده مقاليد كل شيء؟ طيب، يسأل هذه الأسئلة بعمق وبصدق مع نفسه، لأن الله سبحانه وتعالى مطلع وشاهد على هذا السؤال العميق جدا. مم. والإجابة راح تيجي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، عليه أفضل لما الصلاة قال لواحد من الصحابة: يا غلام إني معلمك كلمات فاحفظهن. احفظ الله يحفظك، احفظ والسلام. الله تجده تجده تجاهك. تجاهك. نعم. إذا مم. سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن استعين بالله. بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء إلا قد كتبه الله عليك، أيوه. وإن اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. مم. رفعت الأقلام وجفت الصحف. مم. في القرآن إيش قال؟ إن يمسسك الله بخير فلا راد له. طيب، يعني إذا الأمر كله لله وبيد الله سبحانه وتعالى. لما أنا أجي ونعم أعرف بالله. إنه كل شيء بيد الله سبحانه وتعالى، مم. مما أخاف إذا كان كله بيد الله، من إيش أخاف؟ هل أخاف من مشاكلي؟ هل أخاف من الدنيا؟ هل أخاف من ظلم الناس؟ هل أخاف مم. من الفقر؟ هل أخاف من الموت؟ من إيش أخاف بالضبط؟ إذا كان مم. كله بيد الله سبحانه وتعالى، ولن يحدث لي ولن يصيبني إلا ما قد كتبه الله سبحانه وتعالى علي. هذا من جهة. مم. الجهة الثانية، والله لو الإنسان يجلس يعدد النعم التي بين يديه فهو راح يتفاجأ. بلاش نقول نحن أصعب شيء الواحد لما يقول الحمد لله على نعمة السمع والبصر، لا، لأنه إحنا مم. ألفنا هذه النعم، فبالتالي حتى الحمد والشكر فيها مألوف صار يعني، فلا نستشعره. نحن نحتاج اليوم نعم عميقة نستشعرها. نستشعر إيش؟ مثلا إذا إنسان يعاني من مشاكل كثيرة مم. ويومين مروا عليه بدون مشاكل، أكيد ما راح يلاحظهم. لكن لو طبعا. لاحظ يومه ولاحظ اليومين هذول بدون مشاكل، يقول الحمد لله اليوم عدى على خير. مم. الحمد لله إنه اليوم ما في ولا شيء يصدع. الحمد لله اليوم ما صار مصيبة. الحمد لله اليوم ما سمعت شيء يأذيني. مم. الحمد لله اليوم والله اللهم أكلت لك الأكلة الحمد. اللي أنا أحبها. الحمد مم. لله اليوم قمت وأنا ما عندي صداع.
الحمد لله إني أنا قمت اليوم وأنا شبعان نوم، كل يوم أقوم وأنا متكركب، الحمد لله اليوم الجو حلو. يعني يعني القصد إن قاعدة إحنا أستمتع. ننتبه لأدق التفاصيل وأدق النعم في حياتنا ونحمد الله سبحانه وتعالى. ومعنى كلام نعم، حضرتك برضو إن الحصول على السلام النفسي والداخلي له علاقة بالرضا، الرضا بحالي سواء كان حالي الأسري المادي الاقتصادي، كل حاجة في حياتي لابد إن أنا يكون عندي بيها رضا واستسلام لأمر الله سبحانه وتعالى وقضاء الله سبحانه وتعالى. نعم، هو الرضا كمان شوفي هنا الرضا نتيجة، النتيجة كيف حتوصلي لها؟ اليوم لما نحن بالفعل نقول الامتنان، ليس الامتنان كما يشاع عنه، وليس الطرق المادية في الحصول على السلام الداخلي، مو هذا، نحن قاعدين نتكلم نحن اليوم مسلمين، إذا لازم نجيب الحلول من أفكارنا ومن ثقافتنا الإسلامية، من القرآن الكريم، من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من قصص السلف الصالح، من هنا نيجي نجيب الحلول اللي تتناسب معانا إحنا، لأنه نحن مم. مضبوطين بضوابط شرعية بخلاف الكفار يعني. مم. فالامتنان اليوم والشكر الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى قال إيش؟ لئن شكرتم لأزيدنكم. إيش معناها؟ الإنسان لما يكون في حالة شكر هو في حالة رضا عن الله سبحانه وتعالى، حالة سكينة وطمأنينة. الشكر ما راح يصير ويحمد الله على شيء إلا وإنسان يشعر بداخله في مم. بذور الراحة والطمأنينة والسلام الداخلي. مم. فلما يشكر إيش اللي بيصير؟ هذه البذرة تكبر، تكبر تصير تزيد. إيش؟ اليوم مم. الثاني حيركز على شيء أكثر من الخير اللي عنده مم. والتفكير الإيجابي اللي عنده. اليوم اللي بعده حيكبر، يتعلم مع الوقت من كثرة الشكر إنه يشكر الله على كل شيء، على السراء والضراء. فهي نتيجة يعني حالة بيوصل لها الإنسان. هو بالضبط. الإنسان يعتقد إنه أنا اليوم لما شكرت الله، لا، لو دققنا في معاني الشكر حتلاقي إنه في البداية حيكون حتشكري على الأشياء اللي أنت تفتقديها وحصلتي عليها اليوم. مم. طيب اليوم نمت كويس، كنت طول الأسبوع ماني نايمة مضبوط، اليوم نمت الحمد لله يا رب لك الحمد، نمت وشبعت وحسن مزاجي أحسن، فأنت شكرتي، بكرة هتنامي أحسن، بعد بكرة هتنامي أفضل، كده يعني حيكون كل شيء يزيد. ممتاز لما جدا. يزيد كنتيجة راح تزيد رؤيتك الإيجابية للي عندك وليس لما تفتقدينه، مم. فيتحسن طريقة التفكير. لما يتحسن طريقة التفكير طريقة تعاملك وردات فعلك تتغير، لما تتغير ينعكس على مشاعرك، ففي أصعب المواقف حتلاقي نفسك إنه أنت حامدة وشاكرة لله سبحانه وتعالى. فهنا المعنى كبير جدا وعميق، وإحنا نحتاج نتأمل مسائل العميقة ذي الروحية. إنه مم. أنا أبحث عن السلام الداخلي، أين أبحث عنه؟ ممكن أنا جالسة أبحث في أماكن خاطئة لذلك لا أصل إليه، إذا لازم أبدأ أبحث في المكان الصحيح الذي يجب أن أكون فيه، وهو بجانب الله سبحانه وتعالى، وفي الدائرة ونعم التي بالله. أمرني الله سبحانه وتعالى أني أنا أدخل إليها حتى بالتأكيد. أكون مع مم. الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا رب اللهم آمين. طيب أستاذة خديجة، في بعض الناس بيقولوا مقولة كده أو دايما تسمعوا لما نسألهم مثلا مالك أو مالك، متضايقة من إيه، بالك مشغول ليه، فتلاقيه أو تلاقيها بتقول فلانة دي يعني بصراحة بسببها أنا فقدت سلامي النفسي، بوظت لي سلامي النفسي، أصبح بالي متضايق وقلبي على طول مهموم بسبب الشخص ده. هل في أشخاص فعلا ممكن يكونوا سبب في تخريب هدوءنا وسلامنا النفسي وراحة بالنا؟ وفي من ناحية أنه يكون في أشخاص، نعم يكون في أشخاص، لكن نرجع نقول إحنا اللي نقرر. النبي صلى الله عليه وسلم إيش قال؟ مثل الجليس الصالح ومثل الجليس السوء حامل المسك ونافخ الكير. مم. الآن عندي جليس صالح أنا اللي بقرر، أنا حامل المسك ده أنا أقرر أجلس جنبه، حستفيد من الجلسة إيش؟ يا إما حيتكلم في كلام حلو، يا حيعطيني شوية طيب، يا أنا حشتري منه، حيعجبني مم. اللي عنده يعني، تمام، حشتري من مم. عنده. إيش هو اليوم حامل المسك؟ مين ممكن يكون؟ مين؟ الناس اللي تتكلم بإيجابية، الناس اللي تبث في نفسك الطمأنينة، الناس مم. اللي تقول لك ترى ما في شيء، الله سبحانه وتعالى موجود، وكل هذه من أمور الدنيا، فلا تخافي ولا تقلقي ولا تحزني، وكل لك أنت مأجورة وما في مشكلة ونحن معاك. هذول حامل مم. المسك. نافخ الكير مين هم؟ الناس اللي يخوفوك ويرعبوك. من قال هلك الناس فقد أهلكهم،
هذا لها اه حامل اه نافخ الكير يعني، عرفتي؟ شوفي الوضع الاقتصادي، شوفي العالم، ايوه، شوفي المصايب اللي تفضل صايرة، على شوفي طول هذا كله. تخوفك سواء اقتصاديا او في اي حاجة تانية في الاسرة. انتي ابنك شكله هيسقط، انتي شكلك انتبهي شكلك زوجك، عيانة. الحاجات دي كلها بتقلقها على طول. وشوفي ايوه، وشوفي زوجك يمكن شايف واحدة برا ومش عارف، هذا نافخ الكير. ايوه ايوه. إذا مين اللي قرر وجوده مع حامل المسك ونافخ الكير؟ نرجع نقول انا اللي نحن بوسع لها الأيديين. المجال وبسمع لها. أنا ليش أجلس مع نافخ الكير؟ أنا مش محتاجتهم دول في حياتي، حتى لو هذا الكلام حقيقي، وهو غير حقيقي على فكرة، لأنه الشيطان ينطق على لسان نافخ الكير فقط. امم لأنه في ملك وفي شيطان. في ملك يأمرك بالخير دائما، وفي ملك وفي شيطان يؤزك إلى الشر يعني الإنسان. فبالتالي امم كل واحد حسب ما يعتقد موجود يعني. فبالتالي أنا اللي أقرر اليوم إذا كان في هدول الناس، نعم موجودين نحن نقول، لكن مين أعطى صلاحية لهدول الناس إنهم يأثروا علي بجلوسي أنا معاهم، بإني امم أعطيهم مساحة وأعطيهم حجم وأعطيهم سلطة وخلي الريموت حياتي في يدهم؟ لا، ما في داعي. إذا أنا أولى الناس لأن أختار دائما جلسائي. طيب، لأن امم الإنسان يتأثر بمن يجلس عنده. فلما تجلسي مع من اكيد. يبث في نفسك الطمأنينة، والله هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. وإذا جلستي لا سمح الله مع الناس اللي هم نافخي الكير، امم فخلاص القرين بالمقارن يقتدي يعني، خلاص هيمشوا امم كلهم يعني في هذا الاتجاه. طيب احنا فهنا دول نحن بيد. هنعرف نتعامل معاهم يا أستاذة خديجة؟ هنعرف ممكن نبتعد عنهم، ما نوقفهم عند حدهم، ما يكون لينا طريقة تعامل معاهم. بس المشكلة الكبيرة بقى، ماذا لو اللي كان بيخرب لي سلامي النفسي حد قريب، أم، أخت، زوج؟ للأسف الشديد أتصرف إزاي معاهم؟ هم دول ناس ما أقدرش أبتعد عنهم أصلا. ولكن أكيد حضرتك ورد عليكي بعض المشاكل، ان زوج مثلا بيدمر نفسية زوجته او العكس، ام بتدمر نفسية بنتها او ابنها. فده يكون التصرف معاهم ازاي؟ طيب، دائما أقول أنا أنه في العلاقات شيء مرة مهم يجب أن احنا نعرفه: الحدود والحقوق. لما تتداخل الحدود مع الحقوق حنيجي لهذه الأزمة وهذه المشكلة اللي أنت حضرتك ذكرتيها، أنه أنا كيف أتعامل مع هذول الناس في الدائرة الأقرب. مم. حتى في الدائرة الأقرب جاء الإسلام وحل لك الموضوع. مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه لما أسلم كان فتى قريش المدلل، وكان وحيد أمه، وكان وأمه ما تشوف إلا الدنيا بعينيه يعني. فلما أسلم شق عليها ذلك، فإيش قالت؟ والله لأردنه عن دينه. فايش سوت؟ امتنعت عن الطعام، يعني زي ما نقول احنا باللفظ الحالي اللي هو الاضراب عن الاكل والشرب حتى الموت، او ان يرجع عن دينه. مم. فلما علم ذلك، في الوقت الحالي لو صار زي كذا من الابوين او الضغط النفسي، تلاقي الابناء تكركبوا ونفسيتهم تعبت وحالتهم حاله وكيف وحيقتل نفسه، والمفروض انا اتراجع. هذا في الوقت الحالي. مم. مصعب بن عمير ايش سوى؟ مصعب بن عمير راح لامه وشافها كذا، قال: يا امه، والله لو اعلم ان لك بدل هذه النفس 7 أنفس مم. الآن أرجع عن دين محمد، ما تركت دين محمد. وأعطاها القرار من الأخير، مم. يعني يحبها، قال لها: والله إني يعني أحبك يعني، مم. وما في بعد محبتك أساس، لكن قرار هذا. طيب، إيش الفرق بيننا وبين مصعب بن عمير في هذه الحادثة؟ إنه هو عارف طريقه في الحياة، وعارف منهجه في الحياة، وعارف إيش يبغى في الحياة. مم. مم. اليوم نحن لما نقع تحت تأثير الأزواج والأمهات والآباء في الكركبة هذه النفسية، مم. لأنه أنا ماني عارفة بالضبط إيش أبغى. أبغاهم هم يكونوا ضمن دائرة السلام الداخلي معايا، وأبغى أحقق السلام. طب هم رافضين كل المنهج ده أساسا، كل طريقة التعامل دولة. لا، أنا إلا أبغاهم ما أعرف ولا أفهم ولا أستطيع أن أدرك أنه هذول خياراتهم هي هكذا، يجب أن أتقبل خيارهم اللي هو المخالف لي أنا. مم. طيب، إذا كان خيارهم هذا، فأنا إذا لازم أقف مع نفسي وقفة صادقة. أنا إيش أختار؟ أنا مم. أختار أن يكون عندي كذا وكذا وكذا منهج في الحياة. معناها أني أنا يجب أني أنا أستعين بالله سبحانه وتعالى لتطبيق هذا المنهج في الحياة. طيب، بدون ما أتصادم معهم، وأعرف إيش لهم إيش عليهم، وأعرفهم حدودهم، وأعرف أنا حقوقهم، فأدي ما أمرني الله سبحانه وتعالى لهم بدون مبالغات. هل معنى هذا أن أنا راح أكون سعيدة ومبسوطة وأضحك؟ لا، معناها أني أنا حكون رابطة الجأش فقط، مش أكثر من كده. مم. والكلام اللي فبالتالي بيقولوه الحالة النفسية اللي هوصل فيها هتكون على الأقل فيها اتزان، ومش هتأثر بالكلام اللي بيقولوه سلبي معايا. مو بس كده، الله سبحانه وتعالى بالقرآن الكريم بيقول لك يعني:
ولقد نعلم أنه يضيق صدرك بما بما يقولون فسبح يقولون. بحمد ربك وكن من الساجدين. طيب إمم. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، بيعطيكِ معالجات. عظمة تمام. الإسلام في إيش جاكِ؟ إنه ما بيجيب لِك المشكلة، بيجيب لِك الحل معاه، فأنت بيقول لك أنت هتتعرّض لكده، طَب إيش الحل؟ الجأ إلى إمم. الله سبحانه وتعالى. أنت بالضبط. هتتعرّض لكده، بالضبط. اتعامل بالكيفية كده، اتعامل بكده، ترجو ما عند الله، ولا تمام. ترجو إنه يتغيّر ولا يتحسّن ولا يغيّر موقفه، لأ، لا خلّيه لا يغيّر موقفه، خلّيه متمسك، خلّيه يسوي في لا يغيّر ولا شيء، لكن ليش؟ لأنه كل شيء بيد الله سبحانه وتعالى، فالله هو اللي ونعم راح بالله. يغيّره ولست ما أكيد. أفعله أنا. أكيد. باشكر حضرتك في النهاية الأستاذة خديجة برهان المستشار الأسري واللايف كوتش على طرح حضرتك المميز، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا نفوس مطمئنة وقلوب مطمئنة، وطبعًا الحل المعروف والحل القوي وهو ألا بذكر الله تطمئن القلوب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا جميعًا براحة البال وراحة القلب. انتهت حلقة قوارير اليوم، إلى أن نلقاكم نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.